كل الناس تقريبا بتتكلم دلوقتي عن العلامة التجارية او البيرسونال براند، وان انت لازم تعمل بيرسونال براند علشان تنافس الناس التانية اللي هم المنافسين بتوعك يعني في نفس المجال وكده. وكمان بقت مهمة بسبب الذكاء الاصطناعي، وفي ناس كتيرة بتحاول انها تعمل بيرسونال براند بس مفيش اي خطة واضحة تجاهها. ومن وجهة نظري في ناس بتموت البيرسونال براند اصلا قبل ما تبدأ بفعل اشياء هقول لك عليها شويه في الفيديو ده، وكمان هقول لك عليها في فيديو تاني هعمل له منشن في نهايه الفيديو ده. خليني احكي لكم الاول قصتي وليه انا بتكلم في الموضوع ده. انا عندي قناه تانية اساسيه فيها عدد لا باس به من المتابعين، وكذلك يعني تقريبا 60,000 وشو 64,000 تقريبا، داخلين 64,000 لحد دلوقتي، وكمان على التيك توك 90,000. والحقيقه انا ما كانش في دماغي خالص موضوع ان انا ابني علامه تجاريه او الناس تبقى عارفاني. الموضوع جه صدفه بحته. انا كنت بشتغل سوفت وير ديفلوبر، وكنت بحاول ان انا الاقي حاجه تطلعني من الملل بتاع الوظيفه والدوبامين القليل، فبدات ان انا اعمل محتوى. وكان كلامي في المحتوى بشكل عشوائي جدا، كنت لا اسعى تماما ان انا اكسب فلوس خالص من موضوع المحتوى او ان انا اطلع اي حاجه خالص مدفوعه. كانت هي دي الحاجه اللي خلت او ساعدتني ان انا اعمل نوع من البيرسونال براند او العلامه التجاريه. هي مش اشهر حاجه ولا اكبر حاجه، ولكن هي وصلت لشيء وحققت منها مبلغ بنيت عليها براند. هقول لك في الفيديو ده اللي اتعلمته من خلال ال5 سنين اللي فاتوا، وكمان هقول لك بناء على قراءتي غير تجربتي الشخصيه، لان انا توغلت فيه بشكل كبير جدا وقرات كتب كتيره جدا عن البيرسونال براند وعن الفيجوال ايدنتيتي والحاجات دي كلها. وهقول لك الخلاصه، انت لازم تعمل بيرسونال براند في الوقت الحالي. انا شايف ضروري لازم تعمل محتوى، لان الذكاء الاصطناعي حاليا بيتخصص بشكل كبير جدا، وانت في مرحله معينه هيبقى في زيك كتير لو انت بتعمل نفس الشغلانه اللي انت بتعملها. فعشان تخرج بره المنافسه دي لازم تكون مميز بشيء ما، يبقى الناس بتشتري منك عشان شخصيتك انت او عشان البيرسونال براند بتاعتك انت، لان هيبقى في منك كتير. فالحل هنا في حاجتين، في التعمم، والتعمم ده اتكلمت عليه كتير جدا، والحل التاني هو العلامه التجاريه. خلينا نركز في الفيديو ده على العلامه التجاريه. يعني ايه اصلا علامه تجاريه؟ العلامه التجاريه معناها ان الشخص اللي بيتفرج عليك يبقى بيتفرج عليك علشانك، مش لازم بالضروره علشان المعلومات التقنيه اللي انت بتقولها. هو بيستفيد منك ولكن بيحب يسمع منك انت. ممكن يكون عارف المعلومه اصلا ولكن حابب يسمع رايك انت. العلامه التجاريه بتبقى عامله زي السي في بتاعك. العلامه التجاريه بتبقى معناها ان انت لو توقفت عن صنع محتوى لمده اسبوعين 3 الناس تدخل تعمل سيرش عليك، الناس تقعد تتكلم عليك. العلامه التجاريه معناها ان انت مش محتاج تعرف نفسك، مش لازم تكون يعني كريستيانو، بس في نفس الوقت تبقى انت شخص معروف للنيش بتاعتك. يبقى انت لو بتتكلم مثلا في سوفت وير فاحمد معروف السوفت وير، لو انت مثلا بتتكلم في موضوع تطوير الذات فاحمد معروف بالقصه او النيش بتاعت تطوير الذات. زي ما قال نافال في كتابه، ان انت بتخرج بره المنافسه بكونك شخص صادق. يعني اللي هيخليك فعلا ان انت تخرج بره المنافسه ان انت تبقى شخص ما بتحاولش ان انت تحور، ما بتنافقش، الناس عارفه ان انت صادق. خلينا نتفق على حاجه، العلامه التجاريه مش اللوجو بتاعك ولا الويب سايت ولا البانر ولا الباي ولا الكلام ده كله، لان اول ما حد بيجي يفكر، وده الخطأ الشائع بتاع ناس كتيرة، اول ما حد بيجي يفكر في بناء علامه تجاريه وان هو يصنع محتوى بيروح يتعاقد مع شركه وبيدفع فلوس قد كده علشان يعمل ويب سايت، يعمل بانر وبيعمل لوجو وبيشوف ديزاينر بيجيب فيديو اديتور. العلامه التجاريه هتوصلها انها تبقى قويه في وجهه نظري ومن تجارب الناس الكتيره اللي شفناها على السوشيال ميديا، بان انت تعمل محتوى بشكل مستمر وتظهر للناس بشكل مستمر وتبقى كونسيستنت او متناسق في كلامك اللي بتقوله النهارده زي اللي بتقوله بكره، كلامك اللي بتقوله على اليوتيوب زي اللي بتظهره على الانستجرام وعلى تيك توك. هتبقى عندك علامه تجاريه قويه. الشخص اللي عنده علامه تجاريه هو شخص فريد في طريقه طرحه للافكار بتاعته، حتى لو كانت الافكار دي اتكلم عليها ناس كتيره، هو بينظر دايما للاشياء من منظور تاني. فهنا بتيجي اهميه ان انت اصلا تبقى شغوف ومهتم بالمواضيع اللي انت بتتكلم فيها. وزي ما قلت الموضوع ده عملته بشكل لا ارادي، لان انا فعلا كنت بطلع اتكلم في مواضيع انا مهتم بيها زي الفتنس او تطوير الذات او حياتك كرجل او ايا كان. فهنا لازم تلاقي موضوع تكون انت فعلا شغوف بيه. دي اول حاجه قبل ما تفكر في موضوع المونيتايزيشن او ان انت تكسب منه. فكرة ان انت يبقى عندك افكار، عندك اراء عنها، وفعلا انت صادق تجاه رأيك في الافكار دي. مش لازم تكون اراء سياسية وبس، ممكن تكون اراء مجتمعية او اراء مثلا في التك او السوفت وير او اراء في الاقتصاد، ايا كانت الاراء دي. فكرة انك تبقى شغوف بيها وتبين شغفك ده وانت بتتكلم دي اول خطوة. بعد كده بتيجي الخطوة التانية وهي كيفية ان انت تكسب من عرض هذه الافكار. مستحيل ان انت تطلع افكار ابداعية في حالة عدم وجود حاجتين. لو انت ما بتستهلكش محتوى فمستحيل تطلع بافكار محتوى.
دي اول حاجه. الحاجه التانية، لو انت ما بتديش نفسك فرصه ان انت تفكر في الافكار اللي عجبتك. انا دلوقتي لو ما بستهلكش محتوى الناس انا معجب بالمواضيع بتاعتهم او بقرا كتب انا معجب بيها، مستحيل هتطلع لي افكار. فانا لو ما بستهلكش مش هطلع لي افكار. فهنا تيجي النقطه الاولانيه، ان انت لازم تستهلك محتوى انت بتحبه بشكل مستمر. يكون عندك ساعه او ساعتين في اليوم، خلينا اقول ساعه، يعني بالنسبه لي بتبقى ساعه. ممكن مثلا بسمع بودكاست وانا رايح الشغل، ممكن بسمع كتاب صوتي وانا بتمشى. دي الحاجه الاولانيه او النقطه الاولانيه. النقطه الثانيه، لازم ان انا اقعد مع نفسي وامسك ورقه وقلم، اكتب ازاي هطرح الافكار دي، ازاي هعرضها بشكل مختلف، ازاي هتكلم في المواضيع دي من منظور يبقى فعلا انا مؤمن بيه وفي نفس الوقت يعجب الناس اللي مهتمه بنفس التفكير. فهنا بتيجي اهميه ان انت يبقى عندك مجموعه كتب ومجموعه اشخاص انت مهتم بمتابعتهم، وتبدا تستهلك محتوى للناس دي بشكل مستمر. انا عندي في نوشن مثلا عندي مجموعه صناع محتوى. مجموعه صناع المحتوى دول انا بحب استهلك لهم محتوى بشكل مستمر، ودول بيدوني افكار كويسه جدا. كمان عندي كتب كتيره جدا حتى في الليسته بقراها. الكتب دي ممكن امسكها ككتاب فيزيكال في ايدي، او الكتاب نفسه بجيبه PDF، ومثلا بستخدم جوجل نوت بوك LLM، وببدا ان انا الخصه لو ما عنديش وقت. وفي نفس الوقت بخرج برضو بتمشى وبقعد افكر في طريقه عرض الافكار دي في المحتوى. حتى احيانا ما بكتبش سكريبت، انا مش محضر سكريبت للحلقه دي، ولكن جت في دماغي فكره في طريقه طرح فكره معينه مختلفه، بدات اتكلم على طول. بس انا استهلكت محتوى كتير، والمحتوى ده بشكل ما اتكون في دماغي. فاحنا اتكلمنا على الخطوة الأولانية، ان انت يبقى عندك مجموعة افكار لناس انت بتحب تتفرج عليهم. الخطوة اللي بعد كده، انا شايف ان انت لا تعيد اختراع العجلة، لان ده اسوأ حاجة انت ممكن تعملها، او دي اسوأ حاجة ممكن تعملها. الناس اللي هي بتفكر انها تعيد اختراع العجلة دايما بتقضي وقت طويل جدا في طريقة ايجاد الفيراليتي، او ان انت تبقى مشهور. وليه اصلا ان انت تعمل كده في حين ان انت ممكن تجيب افكار بالفعل نجحت وتبدأ ان انت تحط التاتش بتاعتك عليها. على سبيل المثال، انت ممكن تاخد مثلا فكرة فيديو معين على يوتيوب لصانع محتوى انت معجب بيه، وتستخدم الذكاء الاصطناعي في ان انت تطلع ليه الفيديو ده بقى فايرال، ايه الحاجات اللي الشخص ده قالها لمست الناس والناس عملت لايك علشانها. ممكن تستخدم جوجل جيميناي في الموضوع ده، تدي بس اللينك بتاع اليوتيوب لجوجل جيميناي وهيحلل لك الفيديو بالظبط. ممكن تستخدمه برضو جوجل جيميناي ان هو يحلل لك الفيديوهات بتاعتك او السكريبتس بتاعتك. انت ليه السكريبت ده ما جابش، او ليه اليوتيوب فيديو ده ما جابش فيوز، فهيقول لك انت في الدقيقه الفلانيه قررت كلام معين، انت في الدقيقه الثانيه مثلا تهتهت، في الدقيقه اللي بعد كده كلامك مش مقنع قوي او مش واضح او كلامك عام قوي. استخدم الذكاء الاصطناعي. لو انت ما عندكش قابليه او مثلا مقدره ماديه ان انت تعين منتور او تشترك في كورس او ايا كان، استخدم الذكاء الاصطناعي في ان هو يساعدك على الموضوع ده. الخطوه اللي بعد كده، لازم تبقى فاهم ان انت لازم يكون عندك قاعده متابعين، لان بيرسونال براند من غير متابعين هتبقى علامه تجاريه مش قويه، لان البيرسونال براند بتاعتك بعدد الناس اللي عارفاك. فبالتالي هنا بتيجي اهميه ان انت تبقى فاهم السيكولوجيه بتاعت الناس، عارف ازاي تكتب، عارف كوبي رايتنج. وقد تكون هذه المهاره مهمله تماما والناس شايفاها انها حاجه ملهاش لازمه، بس هي مهاره مهمه جدا جدا وتقريبا مهمله. ولذلك انا قمت بعمل البرنامج او الكورس بتاع الكوبي رايتنج ده، غير اكسبرت تو بزنس. الكوبي رايتنج هو برنامج، الكوبي رايتنج اند بيرسونال براند ماستر كلاس، هو برنامج شامل عباره عن العلامه التجاريه والكتابه الاعلانيه. لو انت عايز تطلبه بسعره رخيص جدا، ممكن تلاقيه تحت في اسفل الفيديو. وفي نفس الوقت لو انت مش معاك ثمنه دلوقتي، فانا هدي لك فصل منه بشكل مجاني تقدر تتفرج عليه برضو من اللينك اللي موجود تحت اسفل الفيديو بدون ما تدفع اي حاجه خالص. فلازم تبقى قادر على ان انت تجمع ترافيك او تلم عدد متابعين. هتخلي حد يتابعك ازاي؟ لازم تبقى عارف ازاي تجذب انتباه الناس. يعني انا على سبيل المثال في المحتوى بتاعي ببقى قادر بشكل ما على ان انا اجذب انتباه الناس بان انا بضغط على مواضع الالم بتاعتهم. فلو شخص مثلا عنده مشكله في عدم القدره على الانقطاع عن مشاهدة الأفلام الإباحية أو المقاطع القصيرة، فأنا عارف بجيبه كويس إزاي. بضغط على مقاطع الألم بتاعته، بقول له مثلا أنت مش قادر إن أنت تسيطر على حياتك بسبب كذا كذا، بسبب عدم قدرتك على مشاهدة المقاطع القصيرة مثلا. فبعرف أجيب الشخص ده إزاي. فأنت لازم تبقى فاهم سيكولوجية الشخص، وتبقى فاهم الشخص اللي انت بتكلمه ده ايه الاهتمامات بتاعته، الحاجات اللي بتأثر عليه، الحاجات اللي ما بيهتمش بيها خالص، موقعه الجغرافي، سنه، كل حاجة تقريبا. وتبقى فاهم ازاي تكلمه. ازاي تكلمه دي معناها كوبي رايتنج. فلازم تبقى فاهم كتابة إعلانية، والكتابة الإعلانية هي حاجة أساسية هتفيدك في أي حتة في حياتك. لو انت بتحاول تقنع مديرك، فانت لازم تكلمه وتحط كلمات معينة، حاجات معينة هتخليه ان هو يشتري منك. على قد ما انت محتاج متابعين،
انت برضو مش محتاج متابعين علشان تكسب فلوس. يعني في ناس كتيرة بتتخيل ان انت محتاج عدد كبير جدا من المتابعين عشان تعمل دخل شهري. انت مش محتاج الموضوع ده خالص. انت لو عندك 1000 متابع مهتمين فعلا بالحاجة اللي انت بتقدمها، فطبيعي هيشتروا منك. فما تشغلش نفسك بموضوع المتابعين وطلع نفسك بره موضوع المقارنة. لو انت بتكسب 2 متابعين في اليوم على اليوتيوب، او بتكسب مثلا باستمرار، يعني شايف ان الجراف عمال يعلى كل شويه حتى لو بينزل شويه، فانت بتنمو، فخليك مكمل. الخطوه اللي بعد كده او الخطوه الرابعه، وممكن اكون بعيدها تاني، وهي الشفافيه، او فكره ان انت تكون صادق. قول فعلا افكارك اللي انت مؤمن بيها بدون ما تخاف. المصداقيه دي هي اللي هتطلعك بره المنافسه، وهي اللي هتخليك مع الوقت ان انت تبني بيرسونال براند قوي. والبيرسونال براند ده هيبقى سبب في ان انت بتقول بوست معين الناس بتعمل له لايك، وحد تاني بيقول نفس البوست بالظبط محدش بيعبره. يعني الحاجه اللي بعد كده والخامسه، وانا مش فاهم بصراحه الناس يعني ما بتحبهاش ليه، وهي المقاطع الطويله، ان انت تقعد تتكلم قدام الكاميرا لوقت طويل. الموضوع ده مهم لسببين. السبب الاولاني ان الناس بتاخد وقت علشان تشتري منك. فانا لو طلعت على تيك توك فيديو اتكلمت عن المنتج بتاعي، بنسبه كبيره الناس مش هتشتريه. في احصائيه كده يعني اتعملت، يعني حتى لو هي ملهاش اسناد علمي، فانا مؤمن بيها لان ده من تجربه شخصيه. علشان حد يشتري منتج بتاعي، يعني حتى كورس الكوبي رايتنج ده بياخد وقت. يعني الشخص لازم يقعد يتفرج عليا فيديو والتاني والتالت. الشخص العادي اللي هو مثلا ما عندوش فولورز كتير، ممكن شخص يستهلك 7 فيديوهات ليه عشان يقرر ان هو يشتري منه منتج اقل من $100. فانت لو بتطلع تتكلم في تيك توك فيديو قصير مدته اقل من دقيقه او حتى دقيقه عن حاجه معينه، الشخص مش هيشتري منك، لانه الحاجه التانية بقى مش هيثق فيك. الفيديو نفسه مدته غير طويله بالشكل الكافي ان الشخص يثق فيك. انت عايز تبني علامه تجاريه او بيرسونال براند، لازم ان انت تطلع وتتكلم بشفافيه وتتكلم لمده طويله، والناس تاخد وقتها في انها تسمعك. الناس بقى اللي ما بتستحملش انها تسمع مقاطع طويله، خلاص دي مشكلتها. انت بتبذل قصارى جهدك في ان انت تعمل كوبي كويس، كوبي يشد الانتباه، تضغط على موضع القلم بتاعت الناس، ممكن شويه اديتس عشان الناس ما تملش، بس ما تفتكرش ان انت هتعمل مبيعات فظيعه او ان انت تعمل بيرسونال براند قوي من فيديوهات قصيره. وده السبب على فكره اللي بيخلي ناس كتيره ما بتكملش في موضوع صناعه المحتوى، لانهم مش فاهمين ان الاشخاص التانية بتاخد وقت على بال ما تثق فيهم وياخدوا قرار الشراء منهم، فبيوقفوا قبل ما ينجحوا. النقطة السادسة واللي قلت لك عليها برضو في أول الفيديو، ممكن تكون بتقول نفس الأفكار بتاعت الأشخاص التانية، ولكن حاول تتناولها من تجربتك الشخصية. كل الناس بتتكلم على الفتنس، في ناس كتيرة بتتكلم على الفتنس، بس مش كل الناس بتتكلم عن معاناة الموظف. يعني الحتة دي أنا كنت بتكلم فيها وما زلت بتكلم فيها، معاناة الموظف مع إن هو يعمل 6 أبس مثلا. وقدرتك على تناول موضوع الفتنس ده من جانب عميق، ان انت مثلا تربطه بالانتاجيه، وان هو بيخلي مخك اكثر صلابه ان انت تنتج اكتر. في ناس كتيره بتتكلم في الفتنس، بس ممكن حد يشتري منك عشان قدرتك على تناول الافكار من الزاويه دي. فمفيش تشبع خالص في صناعه المحتوى. حتى لو كنت بتقول تقريبا نفس الافكار اللي بيقولها الناس التانية، الموضوع هيبقى مميز بالنسبه لك لو قدرت تبني بيرسونال براند، قدرت ان انت تتناول الافكار من منظورك انت. ده بيوديني للنقطه السابعه، وهي ان انت مش لازم كل الناس تحبك. مفيش حد هتلاقي كل الناس حباه، لازم مجموعة من الناس تبقى كرهاك او مش طايقة انها تسمعك. وده طبيعي على فكرة. وفي اغلب الوقت الناس اللي بتبقى افكارهم خارجة عن المألوف هي الناس اللي بيبقى عندها بيرسونال براند قوي. في ناس بتكرهها بس الناس اللي حبها قوي بتشتري منها قوي. فلو انت شخص بتحاول تسعد كل الناس، فاعرف ان البيرسونال براند بتاعتك مش هتكون اقوى حاجه. فاحيانا لازم تخرج عن المألوف. ما تعملش حاجات متخلفه طبعا، او حاجات اللي هو يعني خلقت لاعترض وخلاص. بس خليك صادق وقول الحاجات اللي جواك حتى لو الحاجات دي هتزعل الناس منك. الحاجه التاسعه والاخيره، ما تخليش المحتوى بتاعك تكنيكال بحت. الناس هتتواصل معاك عاطفيا لما تدخل ستوري في الموضوع. فتعلم ازاي تكتب ودخل قصتك في الموضوع. حتى لو كنت بتتكلم عن الريل استيت، دخل شخصيتك في الموضوع، لان شخصيتك لما بتدخل في الموضوع هي دي الحاجة اللي بتخلي الناس تثق فيك وبتقوي العلامة التجارية بتاعتك. وده اللي انا بعمله باستمرار. انا عملت فيديو منفصل عن الطريقة الصحيحة والوحيدة لبناء بيرسونال براند قوي او علامة تجارية قوية في 2026 في فيديو تاني، اتفرج عليه من هنا. ما تنسوش البرنامج بتاع الكوبي رايتنج او الكتابه الاعلانيه، هحط لكم اللينك بتاعه تحت في الديسكربشن. ولو مش قادر ان انت تشتريه دلوقتي، ممكن تتفرج على فصل بشكل مجاني تماما، والفصل ده صدقني هيخليك ان انت تشترك في البرنامج. اشوفكم في الحلقه الجايه.